السلام عليكم بنياتي، انا جيتكم بحليوه ديال العيد. راكم عارفين العشاق ديال الحلوه ديال التمر. هي خالتكم عيشه هاد المره راه طورات ودرت ليها طابع. راه نتوما كيف ما مشاركه معاكم بزاف د المرات، ماشي بهاد الطريقه هادي، راه كتجي فتيه وزوينه. تصايبوها بهاد المقادير اللي غنعطيكم، كتعطيكم كميه كثيره وكتجي زوينه. وخليكم مع الفيديو من الاول حتى الاخر، ودابا غادي ندوزو للفيديو، غندوزو للمقادير. دابا غندخلوا للمقادير نيشان. خديت كاس ديال السكر كلاصي، وحك ديال دانون، وجوج كيسان ديال الزيت ديال العنبه، جوج داك ساشي ديال الفاني، وساشي ديال الخماره، ومارغرين. نتوما الا بغيتو تخدموها وتجيكم حلوه وزوينه، خدموها بالزبده حيوانيه رابعه، ديروا فيها تتجي غزاله، كتعطي واحد البنه في العجينه زوينه. هي دابا غنقطعها انايا هكا بالموس. نتوما خذوها قطعوها في الهاشوار، وزيدوا عليها دوك جوج كيسان ديال العنبه ديال الزيت وطحنوها، غتجيكم ساهله، ما تحتاجوش تعذبوا معاها. انايا راه خلطتها هكا وزدت هذوك الكيسان ديال الزيت. هانتوما غتشوفوا باش غنخلطها، خليكم معايا، تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تنجح معاكم وتعطيكم كميه كثيره. انا غندير جوج كيسان ديال الزيت. غنزيد السكر كلاصي، صافي غادي ندخلهم فيهم دوك الزيت والسكر كلاصي. زدت دابا داك دانون، داك دانون كيعطيها تجي فتيه، وخلصت الريحه ديالها كتجي زوينه، العجينه ديالها كتجي زوينه. هانتوما تبعوا الطريقه اللي طبقوا داكشي كامل اللي كندير في الفيديو، وغادي تنجح معاكم هاد الحلوه. ندخل شويه الطحين وغادي نخدمها. اما اللي درتوها في الهاشوار كتجيكم ساهله. الطحين عتكونوا مغربلينو، تبقاو تضيفوا الطحين بشويه بشويه حتى غتحصلوا على القياس العجينه اللي بغيتو. انا رجعت معكم بهذا. صافي كترجع معكم هكايا ملسه. صافي غنبدا دابا ندخل فيها الطحين حتى غادي نحس بها راه تجمعات معايا. ملي تجمع معكم العجينه صافي على هذا القياس هذا، ها هي كتجي فتيه ورطبه وزوينه. دابا درتها في ميكا وخليتها، وبديت ندوز معكم دابا للتمر. خديت كيلو ديال التمر، نص كاس ديال اللوز طحنته، ونص كاس ديال الجنجلان، وحك ديال دانون، ومعلقه ديال الزبده. صافي وغادي ندخل فيها داكشي. هانتوما دخلوا بحال هكايا بالبونيه هكا، وتقلبوا بحال اللي كتعجنوا حتى يندمجوا الخليط، يولي شكل واحد بحال هكا. صافي غتكركبوهم، وتحطوا من بعد عاد تبداو ترجعوا العجينه ديالكم، تجبدوها وتشكلوها. انا غنكركب ونحط في الطبسيل هنايا. انايا رجعت معاكم، وتعالوا تشوفوا دابا خالتكم عيشه وهي والطابع. انا راه اول مره غنخدمها بالطابع، واش نخدم في هذا ولا في هذا؟ بان ليا نخدمها في هذا الاخر. هنا ورده فيهم اللي اختاريت الراسي، راه كتجي رطبه كتجي غزاله. صافي تبتوها هكا بصبعانكم، تدخلوا داك الكريكيبه ديال التمر وتسدوا عليها. انا ما حيدتكم والو، شوفوا شنو غيطرى ليا.
ايوا تعالوا دابا ملي غنسوسها شوفوا كيفاش غادي نحيدها من الطابع. شوفوا واش كغدبر عليا. فوالا مبغاش تلصقت. هي راه جات زوينه ولكن غنولي نعاودها. هانتوما طاحت عليا غادي ندير ليها طحين. غندخل فيها الطحين ونرجع نشوف ندير ليها هكا واش غتصدق ولا لا. اي حاجه عندها الحل. انا وليت ملي كنخشي فيها هذاك التمر كنغطسها في الطحين. ملي كنكركبها كنغطسها في الطحين وعاد كنحطها في الطابع. جاتني سهله هكا احسن. صافي غنستمر على هاد الطريقه هذه كلها هكا غنمشي. وملي غادي نكمل هادشي نرجع معاكم، نرجع لكم نوريكم الشكل النهائي بحال هكا. صافي تضغطوا عليها بصبعانكم بحال هكا تشد الدوره ديال الورده وصافي. ها هي كملت. دابا طاوه غنشعل عليها الفران راه مشعلاه من الفوق ومن التحت وتنقصوا له الحراره وتخليوه يطيب. ها هي تخليوها 150 كتجي زوينه. كطيب على خاطرها ما كتحرق معكم لا والو. نتمنى يكون التليفون كيعطيكم اللوين ديالها. صافي انا كملت دابا الحلوى حطيتها في هذيك. من بعد غنجيب سكر كلاصي غنغربلو في الطبسيل. خذوا سكر كلاصي سبيسيال مزيان. صافي وغادي نبدا ندوز الحلوى ديالنا ديال التمر في السكر كلاصي حتى غنساليها. ونتمنى اللي وصلت لهنايا ما نسانيش من جيم والبارطاج. جربوا هذا الشكل هذا اللي وريتكم فيها دانون وكميه ديال اللي الخليط اللي صايبت لكم راه كيخرج لكم دوك 2 كيلو ديال التمر. العجينه كتجيكم كميه كثيره. ها هي وهي هذه النهايه ساليتها. ونتمنى بسلامه عليكم الى الفيديو القادم ان شاء الله.